سبق اللي لف العالم كله، يعني جعل للقناة فعلا اسم ويعني مشاهدين كثر على مستوى العالم الإسلامي. أنا أشكرك والله يا دكتور، وهذا شهادة أعتز بها وأضعها يعني حقيقة القناة على هذه صدري. قناتنا وهذا بيتنا. بارك الله فيك، شكرا، وهو شرف الرجاء للقناة. الرجاء يعني نود من القناة إن شاء الله أن تكفل دراسة الفرق ويقوم بها إن شاء الله الشيخ محمد، وحتى لا نشق عليه إن شاء الله، حتى نجعل التسجيل في بيته الفرق الإسلامية الأحمدية والبهائية والأزارقة والإسماعيلية، وهو خير من يمثل ذلك إن شاء الله. ثم تذاع يوميا على القناة حتى يعرف الناس هذه الفرق ويعني ما تقوم عليه من اعتقادات. طيب أبشر، ونحن في الخدمة، أبشر. الله يبارك فيك. أسأل بقى الشيخ محمد شيخنا وحبيبنا، يعني أنت أستاذنا يا دكتور محمد. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. يعني أنا أولا ما لا يعلمه كثير من الناس أنك تتكلم وأنت مريض. أسأل الله عز وجل أن يشفيك، أسأل الله عز وجل أن يشفيك، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يبارك فيك وأن يعلي قدرك. شيخنا، أود أن يعني تعلم الناس وأن تكلمهم عن كتاب المراجعات، فهذا الكتاب المكذوب والذي يؤمن به الشيعة والذي يدفعونه لأي أحد ويظنون أن هذا الكتاب يعني بمثابة القرآن. نعم، هذا الكتاب مكذوب، والشيخ السلوف رد عليه. صح. ورده موجود إن شاء الله. نعم. أرجو أن يعني أيضا إن شاء الله تعمل لنا حلقة تتكلم فيها عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة التي تنزل في هذا اليوم عن الشيعة. أيوة، يعني هناك أحاديث كثيرة نعم تنزل نعم. وتنطبق على الشيعة تماما بتمام. أرجو إن شاء الله ألا يعني تنسى ذلك، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وأقول لك يعني أنت فتحت لنا طريق، فاليوم وراءك آلاف الزغب إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك، الله يبارك في عمرك يا دكتور. الله خير ونفع الله بكم. زادك الله فضلا. شكرا يا دكتور، بارك الله فيك. دكتور محمد عمارة بنتعلم منه الفضل والعلم والأدب، ما شاء الله. صراحة رجل علامة وأستاذ بجامعة الأزهر حفظه الله، من علماء الأزهر الكبار. أكثر الله من أمثاله. الشيخ الكريم بكي. إيه، كم مصحف كده لسه؟ تفضل. نعم. المصحف الخامس، صحيفة ذؤابة السيف، ده مصحف خامس. نعم. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها 1000 حرف. مفتاح تفتح جالك 1000، ويبقى وبعدين 1000 وبعدين 1000 وبعدين 1000، ما تنتهيش ليوم القيامة. المهم هو النصاب كده. قال أبو بصير قال أبو عبد الله فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة. المرجع يا دكتور بحار الأنوار 26 56 آل قرآن. القرآن السادس، وهني أنا عارف أنك متعجل على دكتور. القرآن السادس صحيفة علي، وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف. عن أبي عبد الله قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ومن ضرب غير ضربه ومن تولى غير مواليه، اللي هي مواليه يعني، فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد وآله، ومن أحدث حدث أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم قالوا بأن هذا قرآن كامل متكامل، بحر الأنوار 27 65 و104 و375. على فكرة في 3 مصاحف ثانيه كفايه كده. ده كفايه كده. طيب. تسمح لي اقرا بعض الايميلات اللي حضرت. في يطلب احد المشاهدين يطلب من الشيخ الزغبي حفظه الله ذكر مجازر الشيعة بحق فلسطيني العراق. اي نعم. واخر هنا يقول يعني هنا رسالة طريفة كذا بعض الشيء. نعم. يقول إصابة مهدي الشيعة بانفلونزا الخنازير وحظر حج هذا العام لاسترداد تجنب الإصابة. إيه نعم. هذا الزمان الرافض العاملون في الصحافة. إيه نعم. هذه بعض الإيميلات حقيقة يطالبوا فيها في بعض إعادة بعض الآراء، لكن المشكلة يا شيخ إنه إحنا حصرنا الفترة على إعادة ملخص لكل حلقة من حلقاتنا. اي نعم. فننتقل للمحور السابع اللي هو الحلقة السابعة، وزواج المتعة عند الشيعة. يعني كيف نلخصه؟ لو لاحظت يا شيخ في اليوم السابع كان كثير من المشاهدين يتساءل إذا كانت هذه المتعة حقيقة عند الشيعة من كتبهم ومراجعهم فما هو الزنا؟ الله يفتح عليك. يتساءلون عن الزنا ما هو؟ هي الزنا نفسه. اي نعم. فهي فعلا يعني هنا كذلك في فقه إعارة الفروج لديهم وجواز اللواط كمان في بعض المراجع. إعارة الفروج واللواط. اي نعم. ولذلك نجيبهم. فهذه النقاط في زواج المتعة يظل تشمل، بحيث نقول للمشاهدين انه يعني حقيقة إذا لم أنا تجتمع في 3 دقائق. نعم. وإعارة الفروج في دقيقة ونجيب اللواط في دقيقة. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت.
المرجع يا دكتور منهاج الصادقين لفتح الله الكاشاني صفحة 356 المرجع الشيعي. عن الصادق: المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا. خلاص، يبقى ما اشتبع ديننا ولا هو معنا على الإطلاق، ونحن لسنا منهم. طيب، يقول والصادق أيضا: وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. كافر مرتد، ونحن ننكرها. راجع يا دكتور أيضا فروع الكافي تهذيب والاستبصار عن زرار عن أبي عبد الله قال لرجل: تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. وأنا بينت التناقض، كيف تكون مستأجرة وكيف تكون زوجة، وكيف يقول تزوج منهن 1000 وهو من أهل البيت. تزوج منهن 1000، ده بيتزوج 4 بس في شريعة الله جل وعلا، كيف يتزوج 1000؟ وهذا أنا بقول لك يعني بطلان القوم. شوف اللي جاي دكتور على سبيل السرعة. قال الخميني، اسمعوها يا اللي بتصفقوا الحسن نصر الله اللي من رحم الخميني. قال الخميني: لا بأس بالتمتع بالرضيعة. المتعة كمان في الطفلة اللي بترضع اللي ما كملش سنة الا هي اللي يعني اقول ايه بس والله مكسوف، والله انا مستحي. لا بأس بالتمتع يا شيعة، يا عوام الشيعة، اسمعوا واسألوهم لو انا بقى اجيب من عندي ولا اهو. لا بأس بالتمتع بالرضيعة، يجيب رضيعة ويتمتع بها، يزني فيها. لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا، أيضع كذا والعياذ بالله. انظر كتابه تحرير الوسيلة للخميني المجلد الثاني 241 مسألة رقم 12. دكتور نعم، أختم هو في ما طول. قالوا: قال النبي، عشان تعرف أحاديثهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمتع بامرأة مؤمنة، بقت مؤمنة ازاي وبزن فيها؟ من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. راح زار الكعبة 70، خلاص كل واحد يجيب واحدة في الشارع وكيته، هذا أسهل شيء. زار الكعبة دي 70 مش مرة. طيب تعال يا دكتور. إن المتعة، قال الصدوق: إن المتعة، على فكرة يا دكتور أهو، إن المتعة دين ودين آبائي، فمن عمل به عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. المرجع من لا يحضره الفقيه المجلد الثالث 366. قيل لأبي عبد الله الحسين: هل للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة، يقول ما تيجي كذا والعياذ بالله، يعني المعصية، إلا كتب الله له بها حسن، فإذا دنا منها الرب غفر الله له. طب وبعدين بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. المرجع من لا يحضره الفقيه 366. أختم بإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندهم: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. من لا يحضره الفقيه 3366. وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي أنه قال: من تمتع مرة، اللي ياخذ واحدة يقول لا تعالي من معك ساعة وخذي دينار أو دينارين. من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات كان كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجته في الجنة، بقى مع النبي. اللي يزن 4 مرات بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى ليه اللي انت قلت عليها يا دكتور، إعارة الفروج. يقول الموسوي بالحرف الواحد صفحة 46 تبرئة الأئمة ولمصورها منهم: ومما يؤسف له أن السادة هنا شيعة أفتوا بجواز إعارة الفروج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة، منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطبطبائي والبروجرج وغيرهم. وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميلة. يلاقي زوجته جميلة، يقوم السيد من دول اللي هو المرجع: زوجته الجميلة بعد إذنك ساعة بس، ساعة زوجة. هذا الدين يا دكتور. استعارها إذا رآها جميلة، استعارها. ثابتة في المراجع يا شيخ، وربي ناقلها بالحرف صفحة 46 أهو يا دكتور. إذا رآها جميل، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته، ما يقدرش يدخل عليه يسيبه نايم معاها لغاية ما هو يغادر، وإلا الأجر ينقطع، لا ياخذ أجر ولا ياخذ أجر، لا يبقى مع النبي ولا يبقى مع الحسين. الله يخرب بيته. تعالى يا دكتور اللي بعد كده، اللوطية اللواط، عشان ابقى خلصتك من الباب ده. قال نفس الصفحة 46: لم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواط بالنساء، ورووا أيضا آيات وروايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم. فقد روى الطوسي عن عبد الله بن اليعفور قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يأتي المرأة من دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فإن قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال: هذا في طلب الولد.
فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وروى الطوسي أيضا عن موسى ابن عبد الملك عن رجل قال، عبد الملك مش بتاعنا، أعوذ بالله ده شر، احنا الحمد لله في الخير. سألت أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة في خلفها في دبرها، فقال أحلتها آية في كتاب الله، آية لوط. قال كيف؟ قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقد علم أنهم لا يريدون الفرج. المرجع الاستبصار الشيعي مجلد 3 243. وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابني واستحى منك أن يسألك. قال ما هي؟ قال للرجل أن يأتي امرأته في دبرها. قال نعم له ذلك، نعم له ذلك. على فكرة يا دكتور هندخل بقى على الاتيان الذكور بالذكور وانا مش عايز انطق دي. نعم لا ابدا، ما هذا في الحقيقه تشمئز من النفوس. الله العظيم. ذكري نعم. لكن تأذن لي يا شيخ نطلع فاصل. حاضر. ايها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ثم نعود اليكم ونواصل. كرام اهلا وسهلا بكم مره اخرى. حقيقه نحن نأسف لبعض الالفاظ التي تقال وتجرح المشاعر وتخدش الحياة، ولكن هذا ما وجد في مراجع القوم وفي مؤلفات الأئمة، والشيخ محمد يذكر ما وجده في مراجعهم وللتذكير فقط، وهو كذلك تجاوز عن كثير مما تشمئز منه النفوس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ الفاضل، عقيدة الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. عقيدة الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنهم كفار عدد الأربعة الذين ذكرتهم، المقداد وسلمان وأبو ذر وعلي، ويقولون بأن الكل كفر كفرا أكبرا، حتى أنهم حرفوا آية من كتاب الله جل وعلا قالوا وأما الذين كفروا وظلموا، دي مؤلفة من عندهم. ثم عقبوا عليه فحلوا وغيره قالوا هم أصحاب محمد لأنهم كفروا جميعا بعد موت النبي عاد الأربعة. ولذلك التشكيك في الناقل تشكيك في المنقول، وما دام هؤلاء كفار إذن يقولون أنهم لا يؤتمنون لا في قرآن ولا في سنة. إذن القرآن الذي وصلنا من خلال الكفرة ومن خلال المرتدين ليس بقرآن، وكذا السنة. إذن ليس هناك دين يا دكتور، وهذا ما يصلون إليه. وعلى فكرة أحب بين دكتور، هؤلاء يمقتون العرب ويمقتون القرآن الذي بين أيدينا لأنه عربي. اسمع دي كده يا دكتور أهو، ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. رووها عن أبي عبد الله، ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. المرجع بحار الأنوار 52 349. وقال أيضا اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد. بحر أنوار 52 333. وقال روى المجلسي أن القائم سيخرج سيذبح العرب جميعا ولا يبقي منهم واحدا. ده قضية عرب وإيران. نعم صح، هي عملية فعلا عرب وإيران وفارس، جنس وعرق وفارس والعرب ما في شيء. الحلقة التاسعة يا شيخ تحدثنا عن الحوثيين، اي نعم، وعن أنهم استخدموا كمطية بالضبط لهذا الفكر في اليمن، وأشعلوا فتنة بالضبط في أرض اليمن السعيد. رسالة من قبلك حفظك الله. أقول للحوثيين أولا، نعم، أقول لهم اتقوا الله جل وعلا. كنتم في باطن خفيف الوزيدي، ثم خرجتم إلى باطن أشد ودخلتم في الإثنى عشري، ثم تحولتم إلى أداة، إلى حزب يسمى بحزب الله التابع للحوثي في بلدة اليمن، ثم جندتم الناس بحيث تعطون كل واحد كما ذكرت أنا سالفا $100 شهريا، واشتريتم السلاح بهذه الأموال لقتال أهليكم ولقتال نسائكم ولقتال أبناء بلدكم، فصوبتم السلاح على الجنود وعلى أهل البلدة، فسفكتم الدماء وتلوثت أيديكم بهذه الدماء، فقتلتم الآلاف. ولذلك أقول لأهل اليمن جميعا اتقوا الله جل وعلا، ولا تكونوا مع هؤلاء المجرمين، وكونوا مع ولي الأمر، واتحدوا جميعا على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأسأل الله أن يعينكم على إبادة هذه الطائفة الضالة. أحسنت، بارك الله فيك. ناخذ اتصال يا شيخ لو سألت لي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد من السعودية، تفضل.